أهلا بيك يا صديقي. قبل ما نبدأ الفيلم أحب أفكرك إنك تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان تتابع فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. وبدون ما أطول عليكم يلا نبدأ. بيبتدي فيلمنا مع رينا واللي بتكون نايمة على شط البحر، ولما بتفوق بتتفاجئ بأن أهل قريتها ميتين على إيد أفراد عصابة الثالوث، أكبر مافيا في شرق آسيا، وأهلها هم اللي عليهم الدور. وفعلا العصابة بتقتلهم، وبيجي الزعيم بتاعهم واسمه إيتو وبياخد البندقية عشان يقتلها لكنه بيتردد. وبننتقل بعدها لبيت إيتو وبتلاقي شينتا زوجته صوت في الحمام، ولما بتدخل بتشوف بنت غريبة وبيجي لها إيتو وفجأة بيقع مغمى عليه، وبعد ساعات بيفوق بيلاقي الجرح بتاعه اتعالج وبيفهم شينتا اللي حصل. وبنعرف إنه اضطر يقتل كل اللي معاه عشان ينقذ رينا. وبنعرف كمان إن إيتو شغال تبع مافيا الثالوث واللي بيكون عندهم مندوبين عددهم 6، وبيبقى إيتو واحد منهم، وبتكون مهمتهم هي فرض النظام وحماية مصالح المافيا. وعشان كده قتل صيادين القرية لأنهم كانوا بيسرقوا من شحنات المخدرات اللي بتتوزع عليهم وبيبيعوها لصالحهم. وساعتها بتعرفوا شينتا إنها اتصلت بفاتح صديقه لما أغمى عليه، واللي كان مستغرب من إيتو إنه ضحى بكل شيء عشان واحدة ما يعرفهاش. لكن بيعرفوا إيتو إنه لو كان مكانه كان هيعمل كده برضه. وبيوصل للبيت وزنه وبيبقى قريب فاتح وكمان بوبي، وده يبقى زميل إيتو القديم واللي بيلومه على اللي عمله، لكن بيتعصب إيتو عليه وبيوقعه على الأرض. وبنعرف ساعتها إنه رجله مكسورة، ولكن بيهديه فاتح وبيعرفوا إنه ملوش حد دلوقتي غيرهم. والثلاثي ده إيتون وفاتح وبوبي كانوا ضمن عصابة صغيرة قبل ما يسيبهم إيتون وينضم لمافيا الثالوث. وصديقهم الرابع يبقى إريان، واللي بيكون منفصل عنهم وشغال برضه عند الثالوث، ويعتبر واحد من ال6 مندوبين زي إيتو، وبيدير حاليا كازينو ضخم في العاصمة. وفي مرة رجل أعمال كان عمال يسخر من الموظفين ويشتم فيهم، فبيتدخل إريان وبيحاول يهديه وبيكلمه باحترام، لكنه فضل يستهزأ بيه وكأنه عامل عنده. وفجأة بيضربوا إريان بالكاس في وشه وبيشتبك مع الحراس بتوعه وبيعلمهم الأدب بكل سرعة وهدوء، وبيديله درس عمره ما ينساه. وبعد شوية بيجيله اتصال من شينيو، وده يبقى مدير المندوبين ال6، وبيعرفوا إن إيتو خانهم وإنه قدامه دلوقتي الصيادين وعائلتهم اللي اتقتلوا، ولكن فيه بنت مفقودة هي وإيتو، وبيطلب منه يحضر حالا. وفعلا بياخد طيارته الخاصة وبيروح عشان يقابله، وبيكون في استقباله 2 من المندوبين، وبيعرفوا شينيو إن البنت ملهاش أي قيمة لكن لازم يخلص عليها عشان يبعت رسالة للمنافسين، وفي المقابل مكانته هتزيد. وطبعا هو ما يقدرش اصلا يرفض. وعلى الناحية التانية بتتصور رينا وإيتو عشان يطلعوا جوازات سفر جديدة، وبيعرفهم إيتو إن محتاج فلوس كتير عشان يقدر يخرج بره البلد. فبيقول له بوبي إنه لما سابهم الحالة اتدهورت، ويوهان اللي كان شغال عنده استولى على الفلوس اللي باقية معاهم وبدأ يتاجر في المخدرات من خلال المجزر بتاعه. وفعلا بيروح بعدها إيتو للمجزر، ولما بيرن الجرس بيخرج يوهان ولسه بيلبس النضارة بتاعته، بيكتشف إن إيتو قدامه، واللي بيعرفه إنه جاي عشان الفلوس. ولسه يوهان بيطلع المسدس من تحت الرف، بيمسكوا إيتو ويخبط دماغه، وبياخد المسدس وبيدخله لجوه عشان ياخد الفلوس. فبيتفاجئ برجالة يوهان جوه، واللي بيفضل يتريق على إيتو وبيعرفوا إنه مش هيطلع حي. ومن وراه بيقرب واحد معاه ساطور، لكن إيتو بياخد باله وبيضربه بسرعة وبيهجم عليه واحد تاني، فالرصاصة بتيجي في رجل يوهان وبيقوم قتال قوي بينهم وبين إيتو. فبيخلص على الأول وبيعلق التاني وبيشتبك مع الباقي، ولسه واحد منهم هيضربه بالساطور فبيتفاداه وبيضرب زميله، وبيهجم إيتو على اللي معاه الساطور بعضمة اللحمة، لكن زميله المتبقي بيهجم عليه. وبعدها بيجيب الصاروخ الكهربائي لكن بيتصدله إيتو بالعظمة وبيقدر يخلص عليهم. ولسه يروح ليوهان، فجأة واحد بيهجم عليه فبيتعامل معاه إيتو وبيقتله، وبيروح لأوضة يوهان، لكنه أول ما بيفتح الباب بيضرب عليه رصاص. وبيسمعوا إيتو وهو بيتكلم مع ناس عشان تيجي تساعده، وبيفكر إيتو يدخله إزاي. وهنا بيرمي واحد من اللي ماتوا من الشباك، فبيضرب يوهان النار عليه في الوقت اللي بيدخل فيه إيتو من الباب، وبيهجم عليه وبياخد البندقية منه وبيضربه، وبياخده بعدها عشان يديله الفلوس اللي مخبيها. وبيسأله هو كان بيكلم مين، فبيضحك يوهان وبيقول له إن رجالته اللي شغالة مع الثالوث دلوقتي في طريقهم لشقتك. ولسه يضربه الرصاص فضي، وقتها بيجي ناس وراه فبيرمي البندقية عليهم وبينطوا ورا المكتب الحديد في الوقت اللي الرجالة بيضربوا نار زي المجانين، ويوهان بيروح فيها. ولسه يخرج إيتو، واحد منهم بيضربه بالصاعق الكهربائي، ولما بيتصل عليه فاتح وما بيرد
بيردش بيكلم بوبي وبيعرفوا ان الوضع ما يطمنش، وبيعرف شينتا انها لازم تروح عند اهلها لغايه ما المشكله تعدي. وفعلا بياخدها بوبي وبيستنى فاتح مع رينا وبيركبوا الاسانسير، ولما بينزل بيلاقي ناس غريبه وصلت للعماره واتنين بيركبوا جنبهم، وساعتها بيزق شينتا بره وكانهم زوجين بيتخانقوا، وطبعا بيعمل كده عشان تهرب قبل ما يحصل لها حاجه. وعلى طول بيطلع السكينه وبيخلص على الاتنين اللي معاه، وبيطلع بعدها لفوق بيلاقي 3 مثبتين فاتح ووزنه عشان ياخدوا رينا، فبيعمل فيها زي المجنون وكان في حاجه جوه هدومه، فواحد منهم بيضرب عليه نار، وساعتها فاتح بيتجنن وبيهجم عليهم وبيقتل الاول وبيضرب التاني في الوقت اللي بيهجم فيه بوبي على التالت. وبنكتشف انه كان مركب درع صلب اللي كان تحت البيت وبيقضي عليه بيه، وهنا بياخد وزنه رينا وبيدخل بيها جوه، وفجاه بيسمعوا صوت ناس تانية جايين، فبيفتح بوبي الباب وبيضرب واحد منهم، وساعتها بيهجم عليه طوفان من الناس، وبتقوم معركه شرسه بالصواتير بين فاتح وبوبي وبينهم. وبوبي مع انه يبان مجنون لكنه شرس وعنده استعداد يتقاتل يوم كامل من غير ما يتعب. وعلى الناحيه التانية بيفوق ايتو بيلاقي نفسه جوه عربيه شرطه، وبيعرف انهم ضباط فاسدين واللي اتصل بيهم يوهان، فبيهجم على واحد منهم وعلى طول الباقي بيشتبكوا معاه وبيفضلوا يضربوا في بعض. وهناك وزنه بيكون واقف بالرشاش عشان يحمي رينا، فبيهجم عليه 2 وبيقتل واحد منهم، لكن التاني بيهجم عليه بالسكينه وبيشتبكوا مع بعض، وبيفضل يخنق في وزنه واللي بياخد قطعه ازاز مكسوره وبيضربوا بيها. وهناك المعركه بين ايتو وضباط الشرطه مستمره، وواحد بيهجم عليه بالصاعق الكهربائي فبيتصدى له ايتو وبيضربه هو وزميله بالصاعق الكهربائي، والباقيين بيهجموا عليه لكن بيضغط على البندقيه بايديه وبرجله بيضغط على مسدس زميله عشان ما يموتش، وساعتها بيشغل الصاعق وبيضرب بيه صاحب البندقيه، فبيضرب نار تلقائي بيفرتك بيه زميله. وبعدها ايتو بيضربه وبيفك زرار الامان في القنبله اللي معاه وبيزق بيها فبتنفجر فيه، والعربيه طبعا بتفقد توازنها وتتقلب على الطريق. وفي الوقت ده بيجي اتصال لشين يو من ألما، ودي تبقى واحده من المندوبين الستة، وبيتعرفوا ان رجاله يوهان كلهم دخلوا وما خرجش حد منهم، فبيأمرها تقتل اي حد يخرج من البيت ايا كان مين، وبيكون معاها إلينا واللي بتكون واحده من المندوبين الستة. وساعتها بتنزل ألما تحت البيت وبتطلع إلينا عشان تخلص الموضوع في الوقت اللي بيخرج فيه فاتح واللي معاه بعد ما خلص على رجاله يوهان، لكن بيتفاجئوا ب3 منهم مستنيين، وساعتها بتظهر لهم إلينا مع رجالتها، فبيطلب فاتح من وزنه ياخد رينا وينزلوا، ولما رجالتها بتصوب المسدسات ناحيتهم بتشاور لهم ينزلوها عشان هي اللي هتقتلهم، وبتطلع الساطور المميز بتاعها، وعلى طول 3 من رجاله يوهان بيهجموا عليها لكن ما بياخدوش في ايديها غلوه وبتخلص عليهم بكل وحشيه. وساعتها بوبي بيطلب من فاتح انه ياخد باله من رينا، وبيهجم عليها وجسمه مجروح وما بيقدرش يصمد قدامها وبتقتله ببشاعه، ولسه فاتح بيتدخل لكن بيهددوه بالسلاح. وعلى الناحيه التانيه ألما اصطادت وزنه قبل ما يهرب واستخدمت سلك حديد وبيكون سلاحها المفضل، وقدرت تخلص عليه بكل سهوله في الوقت اللي كان فاتح نازل على السلم هربان من إلينا وعلى وش صدمه قتل ابن عمه بعد ما اتقتل بوبي كمان، ولسه ألما هتقتله هو كمان بيوقفها إريان اللي وصل للمكان، وفضلت تزعق فيه لانه كده بيخونهم، ولسه هتهاجم عليه قام ضاربها بوكسين وشلوت لزقها في الحيطه. وفي الوقت ده ايتو كان بيجري بعد ما العربيه اتقلبت وبياخد اي عربيه في الشارع عشان يرجع للبيت. وعلى الناحيه التانيه إريان بياخد فاتح ورينا عشان يهربوا، وفاتح بيدخل رينا العربيه وبياخد المسدس وبيصوبه ناحيه إريان وبيقوله ان محدش يعرف عنوان البيت غيرك، فبيعرفوا إريان ان الثالوث ما سابلوش اي اختيار وانه جه عشان ينقذهم، لكن فاتح بيتاسف له وبيضرب النار عليه من غير ما نشوف حصل ايه. وبعدها بياخد العربيه عشان يمشي من المكان، ولسه يخرج من الجراج فجاه بيتضرب عليه رصاص زي المطر، فبيرجع بسرعه بالعربيه وبرضه 2 ورا بيضربوا عليه نار، وساعتها بيخبط واحد فيهم وبيلزق التاني في الحيطه وبيخلص عليه وبياخد منه البندقيه وبيضرب على المجموعه اللي ورا، وبيتفاجئ بواحد بيهجم عليه بشاكوش من الشباك وبيقدر يضربه وبيرجع بالعربيه وبيدوس على اللي ورا، وبيرجع الشخص التاني وبيتشعلق في باب العربية لغاية ما فاتح بيرشقه في العمود، وبيطمن بعدها على رينا وبيتأكد إنها كويسة، وبيكتشف وقتها إن فيه مجموعة جديدة جاياله فبيعرفها إنها شجاعة وبيطلب منها تنفذ اللي هيقول لها عليه، وبيمشي بالعربية لكن قبل ما يخرج بيظهر قدامه العصابة فبيقف وبيبان خلاص إن مش فارق معاه حاجة، وأول ما بيضرب واحد منهم بمسدس بيبدأوا يضربوا عليه رصاص زي المطر من رشاشاتهم واللي بتخترق كل جسمه، وبيروحوا عشان ياخدوا رينا لكن مش بيلاقوها.
وفجأة بيتضرب عليهم نار واحد واحد من حد مجهول، وبيتضح بعدها انها واحدة ست واسمها كلير، ولكن مش بيبان هي تبع مين. وبيوصل بعدها ايتو للمكان وبيتصدم لما بيشوف اللي حصل لفاتح، وبيعرف وقتها انهم اخدوا رينا كمان، لكنها بتفاجئه وبتيجي من وراه وما بيكونش مصدق انها قصاده. وبيتأكد وقتها ان فاتح حافظ على الامانة اللي اداها له، وبنكتشف انها كانت مستخبية تحت عربية في الجراج زي ما قال لها فاتح. وبيخرجوا من المكان، وفي الطريق بيكلم شينتا عشان يطمن عليها، وبيكون في قمة غضبه لانه مضطر يبعد عنها عشان تبقى في امان. وبيروحوا بعدها للبيت وبيحاول يخفف عنها صدمتها من اللي شافته، وبيعرفها انه هيحميها مهما حصل. وبيكون إريان قاعد في شقته، وبنكتشف ان فاتح ما قتلهوش ولكن كان عايز يديله فرصة يغير فيها تفكيره. وساعتها بيجوله ضيوف واللي هم عبارة عن شين يو وجماعته، وطبعا ألما وإلينا بيكونوا متغاظين منه، وبيعرفوا شين انه ارتكب غلطة عمره. فبيقول له إريان ان اصدقائه كلهم اتقتلوا، وساعتها بيقول له شين انه لو هو حقيقي واحد من الثالوث يبقى الاصدقاء والاهل ملهمش قيمة عنده. وبيديله موبايل فاتح وبيعرفوا ان فيه رقم ايتو، وان دي هتبقى فرصته الاخيرة. وهناك ايتو بياخد رينا عشان تنام بعد يوم طويل، وساعتها بيسمع صوت جاي من الصالة، وبيخرج بحذر عشان يشوف مصدر الصوت. وفجأة بتهجم عليه كلير وبتحاول تقتله بالسلاح، لكنه بيتصدى لها بسرعة وبيبعدوا عنها، وبيقوم بينهم قتال شرس. وبيبان انها متدربة كويس ومصممة انها تقتله، وبتاخد بعدها السكين عشان تخلص عليه، لكنه بيضربها وبيحاول يتفاداها قبل ما تقتله. وبيكملوا اشتباك لغاية ما بتقدر تديله ضربة قوية وبتكسر دماغه في الحوض. ولسه تقتله وبتيجي رينا وبتترجاها عشان ما تقتلهوش، وبتقول له كلير انها عارفة هو مين كويس وعارفة انه تبع الثالوث. فبيقول لها كل شيء انتهى وهم دلوقتي عايزين يقتلوني. وساعتها بتسأله ليه ورط البنت معاه، فبيقول لها ايتو انها ملهاش حد غيره. وبيبدأ يحكي لها يوم لما شافها وازاي انقذها منهم. ولسه بيرفع راسه بيسألها هي تبع مين، بيلاقيها اختفت من قدامه. وبنرجع لورا شوية وبنشوف إريان مع أصدقائه إيتو وفاتح وبوبي لما كانوا بيديروا عصابة صغيرة للتهريب من خلال المواني، وقد إيه كانوا قريبين من بعض، خاصة إريان وإيتو واللي كان بيعتبره أخوه. وبنرجع للوقت الحاضر وبيتصل إريان بإيتو وبيقوله إن ما كانش يتمنى إن علاقتهم تنتهي بالشكل ده. فبيعرفوا إيتو إن دم فاتح وبوبي في رقبته، وساعتها بيعرفوا إن في مكانهم القديم، وبيقولوا لو عايز ينهي الموضوع يجيله هناك. وفي الوقت ده بتظهر له كلير مرة تانية وبيسألها المرة دي هي تبع مين، فبتقول له إنها مبعوثة من النمر العجوز، وده هيبقى زعيم أكبر مافيا منافسة للثالوث. وبتعرفوا إن هدفها قتل المندوبين الستة. وساعتها بيقول لها تساعده في تأمير رينا، وفي المقابل ما تشغلش بالها بيه وبإريان لأنه كل شيء هينتهي النهاردة. وبيروح بعدها للمكان وبيجهز نفسه كويس، ولما بيدخل مش بيلاقي إريان وإنما رجالته كانوا في انتظاره. وساعتها بيحذرهم من اللي هيحصل، فبيبدأوا يهجموا عليه وإيتو بيتصدى لهم وبيكسر فيهم واحد واحد. ورغم كترتهم إلا إن إيتو من الغضب اللي جواه فضل يطحن فيهم. وفي الوقت ده بيوصل رجالة الثالوث مع ألما وإلينا واللي بيستنوهم تحت عشان ياخدوا رينا. وأول ما الرجالة بتفتح باب الأسانسير بيتفرتكوا عن طريق كلير وبترمي قنبلة جوه الأسانسير وبتنفجر بيهم. ولسه بترجع لورا بتلاقي المجموعة التانية واللي بيضربوا عليها نار زي المطر، بس هي كانت مثبتة قنابل على الحيطة، وأول ما بتشغل الجهاز بيطيروا من الانفجار. وبنرجع تاني لإيتو وبتكون المعركة لسه مستمرة ولكن بشكل أقوى، وبيحاولوا يقتلوه بالسواتير لكن بيتصدى لهم وبيكسر عظمهم لغاية ما بيهجموا عليه مرة واحدة، فبيشيل زميلهم وبيلف بيه، وبدل ما بيضربوه بدأوا يكسروا في زميلهم، وبيفضل يضرب فيهم عشان يعلمهم درس عمرهم ما ينسوه. ولسه واحد بيدخل معاه بندقية فبيضربه بسرعة وبياخدها يصطاد بيها الباقي. وساعتها بيشوف 3 جايين ببنادق، ولما بيدخلوا بيرمي ناحيتهم جيركن بنزين وبيضرب نار فبينفجر وبيولع فيهم. وفي الوقت ده بتوصل ألما وإلينا لفوق وبيلاقوا كلير في وشهم واللي خلصت على رجالتهم بكل سهولة، وعلى طول الاتنين بيهجموا عليها وبتقدر كلير تتصدى لهم كويس. ورغم انهم مجانين الا انها متدربة وعلى مستوى عالي وبتعرف توقفهم لغاية ما ألما بتطلع السلك الحديد سلاحها المفضل. ولسه تضرب كلير بتكون هي مطلعة السيف وبتضربها بيه، لكن بتتصدى ألما وبتضغط كلير اكتر. وساعتها بتلف ألما وبتحاول تخنقها بالسلك لكن بتفلت هي كمان وبتهاجمها في الوقت اللي بتدخل فيه إلينا بالسلاح، بس كلير بتقدر تتعامل معاهم وبتضرب إلينا، وبعدها بتخنق ألما بالسلك واللي بتحاول تدافع عن نفسها لغاية ما كلير بتربط السلك في التكييف وبتزقه لبره. وساعتها بتتجرأ ألما لورا وبتتخنق بالسلك وبتموت بيه. وفي الوقت ده بتخرج رينا من أوضتها وبتبدأ إلينا تهاجم كلير وبيقوم بينهم قتال شرس وعنيف بالأسلحة، وبتحاول إنها تنتقم لزميلتها ولكن كلير بتبقى أسرع وبتقدر تتفاداها وبتصيبها كمان، بس برضه بتكمل إلينا ضرباتها بكل شراسة لغاية ما بتوقعها وبتحاول تخلص عليها، بس بتقدر كلير تتفادى ضرباتها بصعوبة وبيفضلوا يضربوا في بعض لغاية ما كل واحدة بتصيب التانية إصابة
إصابة مباشرة، ولكن إلينا بتكون إصابتها قوية فبتهجم على كلير من الغل، لكنها بتصيبها إصابات قاتلة وبتخلص على إلينا أخيرا. وفي الوقت ده بيروح إيتو عشان يواجه إيريان، وبيكون فيه قناصة مستنياه، لكن إيريان بيتدخل وبيخلص عليها عشان ينهي الموضوع بنفسه. وساعتها بيكون إيتو دخل وبيهدده بالسلاح، فبيقولوا إنه ما كانش عايز إن الموضوع ينتهي بالشكل ده، وبيعرفوا إيتو إن فاتح وبوبي اتقتلوا بسببه، وبيرمي المسدس وبيقولوا إن اللي بينهم هيخلص دلوقتي. وساعتها بيضربوا إيريان ضربة قوية وبيوقعوا على الأرض عشان يعلن بداية النهاية. فبيقوم إيتو وهو متعصب وبيهجم عليه، بس إيريان بيكون أسرع وأقوى وبيضربه ضربات قوية ومركزة، وبيبص له كأنه بيقول له إنه مش هيقدر يتحداه. وبيهجم عليه إيتو تاني وبرضه بيتصد له إيريان وبيضربه لكمة قوية في وشه وبتوقع سنانه، وبيبدأ يسدد له ضربات سريعة ومركزة وما بيقدرش إيتو يتعامل معاها، وبيسأله إذا كان ده كل اللي عنده. فبيهجم عليه إيتو والمرة دي بسرعة وقوة أكبر، وبيقوم بينهم قتال شرس ومتكافئ، وبيحاول كل واحد يستغل نقطة ضعف التاني. وبيقدر إيتو يوقع صاحبه وبيفضل يضربه، لكن بيتصدى إيريان كالعادة، وبيبدأوا يوجهوا لبعض لكمات قوية عشان يقدر كل واحد يعجز التاني، لغاية ما إيريان بيوقعه وبيفضل يضرب فيه ويكسر راسه في الأرض، وبيمد إيديه عشان يخلع سنانه بعنف. فساعتها بيضغط إيتو بإيديها على الجرافطة اللي لابسها إيريان وبيخنقوا بيها لغاية ما بيسيبوا. وبعدها من كتر غضبهم بيبدأوا حرب شوارع، وإيتو بيضربه بكل قسوة، وبيقدر يتفادى إيريان ضرباته القوية وبيضربه هو كمان بغل شديد، لغاية ما بيقدر إيتو يسيطر عليه ويشيله على الترابيزة وبيشده لحد الساطور الكهربائي وبيشغله خلاص وشه هيطير. ساعتها بيضربه إيريان بصندوق مسامير فبيبعد عنه، ولسه هيضربه تاني فبيغرز إيريان المفك في بطنه واللي بتخليه يتألم بشدة، وبيكمل إيريان ضرب فيه وهو بيتألم، لكنه بيتصدله وبيهجم عليه عشان يخليه يتألم زيه. وساعتها بياخد إيريان مشرط من الأرض وبيضربه في رجليه، ولسه هيضربه تاني بياخد إيده سكينة وبيبدأ حرب شرسة بالأسلحة، وكل واحد بيعلم على جسم التاني، وبيبدأ يضغط إيده عليه أكتر وبيضربه في كتفه أكتر من مرة، وبيرد عليه إيريان بنفس الشراسة لغاية ما بيدخل المشرط في بقه، في الوقت اللي بيغرز إيده السكينة في صدره هو كمان، وبيفضلوا مثبتين بعض لغاية ما بيضربوا ضربة قاتلة وبيكون هيخلص عليه، لكنه بيتراجع وبيقولوا إنه كده كده ميت بسبب الإصابة القاتلة اللي أصيب بيها، وبيسيبه وبيخرج إيده وهو بيمشي على رجليه بصعوبة. وفي الوقت ده بيدخل عليه شين يو وبيعرفوا إنه غلط لأنه بعت كلب عشان يصطاد نمر، وطبعا يقصد إيده بالنمر. وساعتها بتدخل رجالة شين يو وبتفرغ كل الرصاص اللي معاها في جسم إيريان وبتنهيه تماما، وبيروح إيده بعدها عشان يقابل رينا واللي كانت خايفة جدا عليه. وساعتها بتسيبهم كلير بعد ما نفذت اتفاقها وحافظت على البنت، ولما النهار بيطلع بيودعها إيده لآخر مرة بعد ما حطها على المركب اللي هتغادر المينا، وده لأنه لو راح معاها أكيد هيكون رجالة الثالوث وراه، وبكده هتكون فرصتها في النجاة أكبر لما تكون من غيره. وبيركب العربية بعد كده اللي وفرتها له كلير وبيروح يقابل مصيره، وده لأنه كان في انتظاره شين ورجالته في مكان الخروج. وساعتها بيسوق ناحيتهم بسرعة في الوقت اللي بيضربوا عليه نار في وقت واحد من كل أسلحتهم عشان تكون النهاية معروفة. وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش عشان تتابع فيديوهاتنا الجديدة. سلام.